تعالوا النهاردة نعمل حواوشي من الأكلات السهلة والسريعة والمنجزة في نفس الوقت. هعمل النهاردة حواوشي مش بس لحمة، هنعمل حواوشي لحمة مع سجق بيطلع خطير وطعمه أحلى من الحواوشي العادي كمان. مستوي مظبوط جدا ومقرمش من بره وطعمه هيعجبكم قوي. اول حاجه في وصفتنا النهارده انا محضره هنا السجق مقطعاه بالشكل ده صغير جدا واللحمه المفرومه. والنهارده هضيف بصل وتوم وفلفل حار وفلفل اخضر وطماطمايه مقطعاها وشايله قلبها او البذر منها. هفرمهم كويس قوي وبعد كده هحطهم على الخليط بتاعنا، وهضيف معلقه من الدقيق عشان تمتص كل السوائل، وما تقلقوش هو مش بينشف خالص. وبعد كده هنضيف التوابل ملح وفلفل وتوابل لحمة، دي التوابل اللي انا استخدمتها بس. وهخلط كل الخليط ده مع بعضه كويس قوي، هخلطهم كويس جدا جدا. الحواوشي اللي انا هعمله النهارده ممكن ندخله الفرن وممكن في الاير فراير وممكن على الجريل من فوق، دي حاجة زي ما تحبوا. انا النهارده استخدمت العيش البلدي العادي، فتحته بالشكل ده بالمقص، وهبدأ احشيه بالخلطة بتاعتنا. هضيف جواه اللحمة المفرومة مع السجق مع التوابل، وهوزعها بالشكل ده من بره. هضغط عليها واوزعها كده، بتتوزع كويس قوي زي ما انتوا شايفين. بعمل طبقة متوسطة، والنهاردة هسويه على الجريل من فوق على البوتاجاز من فوق. ضفت كمية كويسة من الزيت وهبدأ أسوي الحواوشي بتاعنا. بسويه على نار متوسطة، وأول ما بحطه ببدأ أضغط عليه بالشكل ده عشان يفضل مفرود جوه العيش نفسه. بياخد حوالي 3 دقايق على كل جنب بس، وبسويه على نار متوسطة. وبعد كده انا سايبه صوت القرمشه عشان تسمعوها كويس. مستوي وجوسي ومقرمش وطعمه حلو جدا جدا. خلاص انا هخلص كل الكميه واقدمها النهارده مع سلطه. جربوها ومتاكده هتعجبكم.